السلام عليكم. اللي وقع اليوم هي حركة جزئية يتنقل بمقتضاها واحد من مهمة إلى أخرى ومن مصلحة إلى أخرى، وهي أشياء عادية تماما تتم في كل الوزارات وبشكل دوري. ومش من عادة وزارة الداخلية أنها تعلن دائما على هذه الحركات وعلى هذه الأسماء وتدخل الموضوع في الصحافة وفي وسائل الإعلام إلى آخره. العمل الأمني نحن سعيين إلى أن يكون أمننا أمن جمهوري، أمن محايد، أمن ما يقعش توظيفه لا سياسيا ولا شخصيا، هدفه خدمة البلاد وتوفير الأمن لكل المواطنين. المواطنين الكل هم على نفس المسافة بالنسبة للأمن اللي نحن سعيين لإرسائه. احنا سعيين في الإصلاح بداخل الوزارة، وسعيين في إصلاح المنظومة الأمنية، وسعيين في تذليل الصعوبات سواء تعلقت بالوسائل أو تعلقت بالجوانب الاجتماعية متاع الأعوان والإطارات، أو تعلقت بالمنظومات القانونية، أو تعلقت بالتكوين أو بتوحيد الأسلاك إلى آخره. سعيين لهذا وماضيين فيه وبقدرة ربي نحصلوا عليه. آمل أن كل الوحدات الأمنية، كل الأعوان والإطارات يضاعفوا من الجهد ويخدموا الأمن ويدركوا أن مستقبلهم أفضل من ماضيهم، وأن القانون يحميهم طالما أنهم يؤدوا في مهامهم ويحترمون كذلك القانون. وآمل أن تتضافر الجهود وتتكامل بين الوزارة وكذلك بين النقابات اللي كلنا تقريبا متوحدين في قراءة المشاكل وحتى في طرق إيجاد حلول لهذه المشاكل، والمسألة مسألة وقت. ما نحن وزارة تحترم القضاء، تحترم القانون، ومن مبادئها الانضباط ومن مبادئها التفاني في خدمة المجموعة. القضاء يأخذ مجراه وبقدرة ربي يصير كان الخير. ورجائي تضاعف من الجهد لتوفير الأمن والاستقرار، لأن الشعب يطلب دورها ويطلب الأمن ويطلب عملها في كامل ربوع البلاد. الشعب يريد الأمن ويريد من أبنائه اللي كلفهم بالأمن أنه فعلا يلبوا له هذا الواجب، وإن شاء الله يقوموا به على أفضل وجه. وأملي في الشعب أن يقدر جهود قوات الأمن الداخلي والمخاطر اللي تتجسمها والظروف الصعبة اللي يخدموا فيها، وكذلك نقص الوسائل مع الظروف مجتمعة، أن يقدر جهودهم ويثمنها وأن يعينهم ويساعدهم على توفير هذا الأمن. نحن في مركبة واحدة، وتونس تنجح بتضافر جهود الجميع، وإن شاء الله في ذكرى هذه الثورة نجدد العزم من أجل تحقيق أهداف ثورتنا المباركة في الحرية وفي الأمن وفي التنمية إن شاء الله.